هنتعرف على الفنانة زوزو حمدي الحكيم التي أوحت للشعراء بشعرهم، وكيف التحقت بعالم الفن، وكيف ثارت على التقاليد، ولماذا هربت من زوجها. الفنانة زوزو حمدي الحكيم من مواليد إحدى قرى محافظة المنوفية، ولدت في 8 نوفمبر 1912. زوزو كانت فائقة الجمال، لذلك تلهف عليها شباب القرية والقرى المجاورة. الكل كان يتمنى يتجوزها، وتقدم ليها بالفعل شباب كتير جدا برغم انها لم تكن تتعدى 16 سنة، ولكن ابوها جوزها لأول شخص شافه مناسب، ولكنه اشترط عليه لإتمام الزواج انها تكمل تعليمها وتاخد البكالوريا، ولكن الزوج بعد شهور من الزواج خلف وعده وما خلهاش تكمل تعليمها، ولذلك اضطرت انها تهرب عند خالها في القاهرة، وكملت تعليمها وخدت زوزو البكالوريا، وجوزها طلقها لأنها فعلتها شنيعة وتخالف العادات والتقاليد بهروبها من منزل الزوجية. كملت زوزو في معهد المعلمات وأصبحت مدرسة في إحدى مدارس الراهبات، ولما فتح معهد التمثيل سنة 1930 تقدمت للدراسة لأنها عارفة أنها جميلة فهتكون مقبولة في عالم السينما، وفعلا طلعت الأولى على دفعتها، وكان معاها في الدفعة مجموعة من نجوم الزمن الجميل. وتعتبر زوزو حمدي الحكيم من رائدات الفن والتمثيل، وكانت عايزة تكون أول فتاة مصرية تقتحم عالم الفن عن طريق معهد التمثيل، وكان لها علاقات كبيرة جدا بالمثقفين ورواد الأدب والفكر والشعراء. فقال عنها الدكتور زكي مبارك إنها لها صوت رقيق كالظباء، وهي اللي أوحت له بالعديد من القصائد الشعرية، وكان الدكتور زكي مبارك بيتغزل فيها بكل معاني الغزل. حتى إبراهيم ناجي شاعر الأطلال قالت بنفسها إن هي اللي أوحت له بقصيدة الأطلال اللي غنتها أم كلثوم، وأنها كانت ملهمته. وإبراهيم ناجي فعلا كان ليه علاقة قوية جدا بيها، ولكن إبراهيم ناجي معروف عنه إنه كان بيتغزل في جميع الحسنوات. المهم إن زوزو حمدي الحكيم التحقت بفرقة فاطمة رشدي، ونجحت نجاح ساحق جدا، وقدمت مع الفرقة العديد من العروض المسرحية الناجحة، لدرجة إن رواد المسرح زكي طليمات والريحاني وجورج أبيض تنافسوا على ضمها لفرقهم المسرحية. والغريبة إن كل واحد كان ليه رأي مختلف فيها، فزكي طليمات قال إن هي ممثلة دراما، أما نجيب الريحاني فقال إنها ممثلة كوميدية بنت عفاريت، أما بقى جورج أبيض فقال إنها خلقت للتراجيديا. وفي النهاية التحقت زوزو حمدي الحكيم بفرقة الريحاني، وشاركت في مسرحية صاحب السعادة كشكش بيه، وكونت مع الريحاني دويتو غنائي. ولما أعلنت الفرقة إفلاسها انضمت للفرقة القومية لخليل مطران سنة 36، وقدمت على المسرح ده روايات عالمية، وأول أدوارها السينمائية كانت كومبارس في فيلم العزيمة. ولكن أهم أدوارها على الإطلاق هو دور سكينة في فيلم راهية وسكينة، ولكن الفيلم ده عمل لها عقدة نفسية، فكان هو السبب في انحصارها في أدوار الشر.